السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فقاس اللي هو كيجي رائع وزوين وبدون كسور، واهم حاجه كتحضروه في نفس النهار وتقطعوه في نفس النهار. وكيجي وتبعوا مع ماما غادي يجيكم واعر. الا تبعتوا مع ماما يجيكم واعر ويجيكم اونتي كبزبوزه. وهنايا غادي ندوز غنصاوب معكم فقاس اللي هو سهل، ماهل، المقادير ديالو بسيطه، كيجي واعر وما كياخذش الوقت وما كاينش تحتاج انه بيتيه ليله عاد كمليه في الطياب، يعني تصاوبيه في البلاصه واحد نص ساعه ولا ساعه وتكمليه. المهم هنا عندنا 3 ديال البيضات. هنا انا راه عارفه البيض انه مزيان، داكشي علاش ما درتوش في شي زلافه عاد استعملته، درتو نيشان حيت عارفه البيض عندي مزيان. عندي هنا 2 كيسان ديال سنيده، قبيصه ديال الملح، وعندي وحده ساشيه فاني، وحده 2 خمارات ديال الحلوى. هنايا عندي معلقه ما بين نافع وحبه حلاوه اللي مصهدين ومطحونين ومغربلين مزيان، حتى هما كنضيفهم. هنايا معلقه كبيره مع مراش. صافي هنايا غادي نخلط هاد الشيء مزيان حتى كيذوب ليا سنيده. وصافي وغادي نضيف المكونات الباقيه. هنا كنضيف 2 كيسان ديال الزيت وكنكمل عاوتاني كنخلط وكنضيف في نفس الوقت باقي المكونات. صافي هنايا كنبقى نحرك حتى كيتمزج ليا كلشي بحال تنحصلوا على هذا الخليط هذا. هنايا غادي نضيف اللوز اللي هو غسلته ديجا قبل وعاد رقدته في الماء زهر. كنضيفه وكنحرك وكنبدا من بعدها بقى ليا غير الطحين والخمارات. هنايا عندي كيلو ديال الطحين، ممكن هذاك نكمل الكيلو وممكن ما ندخلش الكيلو كامل في هذا على حسب البيض، لان البيض كاين اللي تيكون كبير وكاين اللي كيكون صغير. هذاك الشيء علاش ممكن ندخلو هذاك الطحين كامل وممكن لا. وهنا فاش كنبدا نضيف الطحين كنضيف هذوك 2 ديال الخمارات. صافي هنا كنبقى نضيف بشويه بشويه باش ما تضيفوش كلشي في دقه ولا باش تبقاو حاكمين نتوما القياس ديالكم باش يجيكم هو هذاك كيجي خفيف، ما كيجيش يعني كيجي نوريكم هذا القوام بحال هكا، ما يجيش قاصح وما يجيش خفيف بزاف، يعني هكا طايع معانا بحال هكا كيما وريتكم دابا. صافي هنايا كناخذ العجينه وكنقسمها على الحريبلات اللي بغيتو، كاين اللي كيبغيه كبير، كاين اللي كيبغيه متوسط صغير، نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو. صافي هنايا انا غادي ندير حريبلات على قياس اللي كنبغي، انا كنبغيه مميل، ما تنبغيش كبير بزاف وماشي صغير بزاف. صافي هنايا انا درتهم كما كتشوفوا في لاطه اللي غادي ندخل الفران. هنا هذاك الخليط اللي درت اللي شفتو اللي درت القرص هو نفسه اللي غيكفيني، وغادي ندير لهنايا غادي ندهن بيهم وغناخذ الفرشيط وغادي نزوقهم على هاد الشكل هكا اللي غادي تشوفوا. هنا انا راه ديجا شاعل على الفران، يعني راه سخون، صافي غير كنسالي كندخلو الفران، نقص عليه واحد شويه وغادي نديرهم من الفوق يعني العافيه تحت منه كما كتشوفوا. صافي غنخليه حتى يتحمر، غيطيب نص طيبه. غادي نقلب لتحت ديالو غيبان ليا بدا تيتحمر، غنزلو لتحت غيتحمر شي شويه من الوجه ديالو وغادي نخرجو. صافي هنا غناخد واحد المنديل اللي كنستعمل ديما ولا درارينو خاص الفقاس، المهم كنفزقو مزيان بالماء. صافي وغادي نغطيه به، غنحاول نمطو به مزيان. صافي هكا كنخليه واحد نص ساعه حتى لساعه صافي كافيه. كما قلت لكم هذا ساهل، ما كيحتاج انكم تخليوه ليله كامله او لا. صافي هنايا دازت ديك الساعه. صافي انا غادي نبدا نقطعو وغادي نستفو في الطاوه وندخلو نحمرو. هو اصلا طيب نص طيبه دغيا دغيا كيتصاوب. المهم هنا ما كيتفرتش لينا بزاف كما كتشوفوا.
هانتوما شوفوا هنا كي كيجي زوين وما كيتفرتش، يعني ما كيكونش فيه كسور بزاف. صافي هنا انا دخلته لتحت ديال الفران كنخليه يتحمر، كيتحمر كنقلبو على الجهه الاخرى حتى كيتحمر. صافي هو كيكون وجد. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس، كيجي هكا زويون وهماوي كما قلت لكم، بسيط وساهل وكيجي بصراحه زوين. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم الفيديو، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله.